السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحلقة الخامسة من رواية أرض زيكولا، أرجو أن تعجبك. لو كان حد تاني، ومين اللي هيشتري كتاب زي ده بأغلى سعر؟ وهنا الناس كلها بخير، وكتاب زي ده ملوش أي قيمة عندهم. ممكن يكون حد بيحب المغامرة، عنده نفس الدوافع اللي نزلتك هنا، أو ممكن يكون حد نزل السرداب غيرك أو غير أبوك أو أمك. لا، هو أبوك. لا، حد تاني. لا، أكيد أبوك. يجلس أمام نار أشعلها على شاطئ البحيرة ويواصل حديثه إلى نفسه. مهما كان الشخص ده، سواء كان والدي أو غيره، معنى إن الكتاب موجود إن الأمل أصبح موجود. أكيد اللي كتب الكتاب ده عارف إزاي أقدر أرجع لمصر تاني. ثم على صوته أنا لازم ألاقي الكتاب ده، لازم. حتى سمع صوتا من خلفه. أي كتاب؟ التفت خالد حين سمع هذا الصوت، ففوجئ بأنها أسيل وقد اقتربت منه، فنطق مبتسما. أسيل؟ فردت مبتسمة. نعم. ثم سألته بعدما جلست بجواره: هل تتحدث إلى نفسك هكذا دائما؟ فأجابها: أوكي، بس أنا خلاص تفكيري مش قادر يتحمل. لماذا؟ النهاردة اكتشفت إن فيه أمل أقدر أرجع به لوطني، بس أمل بعيد. أي أمل؟ عرفت إن فيه كتاب. فقاطعته أسيل: مهلا، أتعلم أنني لا أعرف اسمك بعد أيها الغريب؟ وتابعت مبتسمة: لم تخبرني به المرة السابقة. فابتسم خالد: اسمه خالد، خالد حسني. اسم جميل. فتابعت: اكتشفت إن فيه كتاب تاني كان بيتحدث عن السرداب اللي جيت منه. فسألته: أي سرداب؟ فأجاب: سرداب فورك. في الحقيقة أنا لا أفهم شيئا. لقد جئت اليوم كما أخبرتك أنني أود أن أستمع إلى قصتك وكيف دخلت إلى زيكولا. فابتسم مداعبا لها: أيوة جيتي بعد شهر. فابتسمت: نعم، كان شهرا مزدحما بالعمل، ولم يسمح وقتي أن آتي إلى هنا، ولكنني دائما كنت أتذكرك، ولم أنس إنقاذك للفتى دون مقابل، وكنت أعلم أنني سأتي إلى البحيرة يوما كي أستمع إلى قصتك. فضحك خالد. كنت في بالك؟ فأومأت برأسها. نعم، لم تغادر تفكيري، لا أدري لماذا. فزاد سروره. ثم سألته: هل كنت تنتظرني؟ أنا لا. ثم ابتسم. الصراحة وكنت بدأت أفقد الأمل، بس النهاردة وكأنه يوم الأمل. أعرف إن فيه كتاب موجود، وإن أسيل الجميلة كمان هنا. فاحمر وجهها خجلا ونظرت إليه. هيا حدثني عن بلدك وعن هذا الكتاب الذي وجدته. فصمت قليلا ثم بدأ يتحدث. انت تعرفة اني من اول ما دخلت الى زيكولا من شهر وما حدش يعرف اي حاجة عن بلدي، حتى يمن صديقي كل اللي يعرفه ان بلدي موجودة في الشمال، وانا مش عارف فين الشمال ده اصلا. وأكمل: في البداية كنت فاكر اهل زيكولا مجانين، دلوقتي خايف اتكلم عن بلدي يفكروني انا المجنون. ثم نظر إليها وسألها: انت هتصدقيني يا أسيل؟ فابتسمت وقد ضاقت عيناها. نعم، أرى أنك صادق يا خالد. أكمل: أنا مش عارف فين زيكولا دي أو مكانة اللي هي بلدك. أول ما جيت هنا فكرت إنها من البلاد المعزولة اللي عمري ما سمعت عنها، زي البلاد اللي كنا بنشوفها في التلفزيون. فقاطعته أسيل في دهشة. ماذا؟ فضحك خالد. أكيد أنت متعرفيش التلفزيون، بس هشرح لك كل حاجة بعدين. وتابع: المهم إني كنت مفكر إن زيكولا معزولة، وإن أهلها معزولين وما يعرفوش حاجة عن العالم، زي الهنود الحمر كده لما اكتشفهم كريستوفر كولومبوس. فقاطعته مجددا. من؟ فضحك خالد. أقول لك على حاجة، اسمعيني وبس، مش هتفهمي مني حاجة دلوقتي. ثم سألها: انت تعرفي مصر؟
أجابته وكأنها تسمع الاسم لأول مرة. مصر؟ لا أعرفها. طب تعرفي أمريكا، الصين، أفريقيا، استراليا؟ ما تلك الأسماء؟ دي أسامي بلاد العالم بتاعي. أنا بلد اسمها مصر، بنتكلم نفس لغتكم، اللغة العربية، بس بالعامية زي كلامي كده. وأين مصر؟ أجابها زي ما بسأل نفسي بالضبط أين زيكولا، هتكون نفس الإجابة لي. فسألته هل هي كبيرة مثل زيكولا؟ فضحك وسألها هو عدد الناس في زيكولا كام؟ فابتسمت ووقفت وتحركت تجاه البحيرة، ثم التفتت وردت كثيرون للغاية، قد يتعدى 300,000. هذا غير البلاد الأخرى، آلاف أخرى. فوقف خالد والآخر. عدد سكان مصر فوق 80 مليون نسمة. فنطقت غير مصدقة، ماذا؟ فأكمل ضاحكا أمل لو عرفتي عدد سكان بلد تانية اسمها الصين اللي عدد مليار، ولا عدد سكان الهند. أقول لك عدد سكان العالم بتاعها أكثر من 6 مليار نسمة. فنظرت إليه وبدأت تعد على أصابع يدها وكأنها تتخيل العدد، ثم سألته وكيف يأكل كل هؤلاء الناس؟ فضحك قائلا اطمن، كله بياكل. ثم سألته مصر بلدك جميلة؟ تحبها؟ ابتسم خالد ثم نظر بعيدا إلى البحيرة وصمت مفكرا قليلا، ثم تنهد وتحدث. كان عندنا شاعر جميل اسمه صلاح جاهين، قال: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول: ما شاء أنا مصر عندي أحب، وأجمل الأشياء بحبها، وهي مالكة الأرض شرق وغرب وبحبها، وهي مرمية جريحة حرب بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء وأكرهها، وألعن أبوها بعشق زي الداء. ثم توقف وحدثته أسيل وكأنها تريد المزيد. ماذا بعد؟ أكمل. فضحكت أسيل، ثم أكمل خالد. العالم بتاعي بيختلف عننا كتير، عندنا كهرباء وإذاعة وتلفزيون وإنترنت وبنتعامل بالنقود. ماذا؟ ما كل هؤلاء؟ مش هتفهمي قصدي لو قعدت أشرح لك سنة كاملة، بس إحنا عالمنا متطور إلى حد كبير. فسألته هل تعيشون بالفضاء؟ لا، إحنا بنعيش على الأرض، وعندنا مياه وصحراء وبنات حلوة زي هنا. فتغير وجهها ثم سألته على الفور بعدما تحدث عن جمال البنات. وكيف جئت إلى هنا؟ كنت في يوم زعلان، فحب جدي يخفف عني، فكلمني عن سرداب تحت قريتي اللي اسمها البهو فريك. اسمه سرداب فورك. ومن أول ما حكى ومش عارف إيه اللي حصل لي، لقيت عندي رغبة قوية إني أنزل السرداب ده وأكتشف اللي فيه. بعدها ظل خالد يحكي ما حدث له منذ نزوله إلى السرداب حتى وصل إلى تلك الأرض، وقابل الفقيرين بالصحراء، وتشبث بعربتها مع يامن، ودخوله إلى زيكولا، وعلمه أن التعامل بها بوحدة الذكاء. لما شفت العربات والأحصنة والدروع والسيوف فكرت إني انتقلت بالزمن في الماضي، بس فوجئت إن الجميع هنا بيقولوا إننا في أواخر 2009، وده نفس التوقيت في بلدي. ردت أسيل. نعم، نحن على أعتاب العام 10 بعد 2000. نعم، نحن على أعتاب العام 10 بعد 2000. أكمل خالد. دي الحاجة اللي هتجنني ومش قادر أستوعبها. إزاي إحنا في 2009 وحياتكم هنا بتقول إنكم من قرون؟ ولما تأكدت من إن التعامل بذكاء فعلا مش كلام مجاني، بقيت متأكد إن السحر هنا مسيطر على المدينة. أنا خلاص مش قادر أفكر. لا أعتقد أنك محق بهذا. إن الحياة هنا هكذا. لماذا لا تقول إن السحر يسيطر على بلدك أنت ويجعلكم تتعاملون بطريقة أخرى؟ كيف تتعاملون بورق؟ أرى هذا سحرا. في بلدي القديمة بيجانا كنا نتعامل بالمقايضة. أيوة، المقايضة حاجة طبيعية. هنا في زيكولا التعامل هكذا يا خالد. هل كانت عملة بلدك مصر في كل البلدان؟ لا، كل بلد لها عملة. وهكذا هنا العملة الذكاء. لست أنا أو أنت من فرضها. فصمت لحظات ثم قال: الواقع دلوقتي بيقول إنه تحكم عليا إني أفضل سنة كاملة في زيكولا،
ونفس السنة دي تعدي بأقصى سرعة. نفسي أرجع لبلدي، أرجع لحياتي طبيعية. وعاد بظهره وأسنده إلى الأرض واضعا يديه خلف رأسه، ونظر إلى السماء حتى نطقت أسيل: قصتك غريبة بالفعل يا خالد، ولو سمعها غيري لظن أنك مجنون، ولكنني أصدقك ولن أتركك حتى تحدثني عن التلاوم هذا في القريب، ولكن ليس الآن. فابتسم ثم تذكر شيئا وقام مسرعا إلى جانب الشجرة وحدثها: أنا عندي دليل. ثم عاد إليها ومعه ساعة يده التي توقفت. هذا التلفزيون؟ كيف؟ فضحك خالد: لا، ده ساعة بنحسب بها الوقت. لا، ده ساعة بنحسب بها الوقت. فنظرت إلى الساعة بدهشة. إنها عجيبة. لو كانت بتشتغل كنت قلت لك أبليها هدية، بس دي ملهاش قيمة دلوقتي. فابتسمت. إنك كريم. كيف تقيس تلك الآلة الوقت؟ إننا هنا نقيسه بطريقة أخرى تماما. إنه عمل يقوم به أشخاص ويأخذون راتبهم. في الحقيقة أنا مش عارف هي بتقيس الوقت إزاي. ثم سألها وكأنه يريدها أن تبقى معه مدة أطول وألا تغادر: هو الوقت بيتحاسب إزاي في زيكولا؟ أجابته: ترى ضخامة سور زيكولا، كلما أشرقت الشمس حتى تشرق اليوم التالي يحسب، وتنحت علامة على السور، ثم تمر 7 أيام فتنحت علامة أخرى للأسبوع، وما إن يأتي الشهر بعد 30 يوما حتى تنحت علامة مختلفة، ويأتي العام بعد 12 من علامات الشهور فتنحت دائرة مميزة. إنهم عمال كثيرون ولهم أجر لعملهم، يسمون عمال الوقت. وأكملت: ولكن الغريب والذي لاحظته أننا ندرك أننا في نهاية عام 2009، وهذا لا أعتقد أنه يتوافق مع عدد السنوات على السور والتي لا تكمل نصف هذا العدد من السنين، ولكنني لا أشغل بالي بهذا. زيكولا، كل شيء غريب تجده في زيكولا. النهاردة بالصدفة عرفت إن في كتاب تاني عن سرداب فورك، وإن حد اشتراه من سنين، والكتاب ده بيمثل الأمل لي وإني أرجع لبلدي. الأكبر من كده إني حاسس إن اللي اشترى الكتاب ده ممكن يكون والدي. فصمتت أسيل وكأنها تفكر ثم قالت: إنني لم أسمع عن هذا الكتاب من قبل. ماذا ستفعل؟ هل ستسأل كل شخص عن هذا الكتاب؟ أنا مدور على الكتاب في كل مكان. لازم ألاقي الكتاب. أكيد الكتاب ده هو اللي هيجيب عن كل أسئلتي. أتمنى أن تجده وأن أستطيع مساعدتك يا خالد. ثم نهضت. علي أن أغادر الآن. لقد تأخر الوقت كثيرا ولدي الكثير من العمل بالغد. أظن أننا تحدثنا بما يكفي لحديث شهر كامل، ولكنني أحببت هذا الوقت معك يا خالد. غادرت أسيل وظل خالد يقظا يفكر كثيرا، ثم يقطع تفكيره بابتسامة حين يتذكر حديثه مع أسيل. وظل هكذا حتى أشرقت الشمس دون أن يغفو له جفن، فاتجه مسرعا إلى مكان عمله، وكعادته قابل من يأخذون منه الوحدتين مقابل حمايته، فآثر أن يعطيهما الوحدتين. ثم وجد يامن فنادى عليه: يامن، أهلا خالد. عايز منك طلب. عايز أشتري حصان. حصان؟ أيوة. لماذا؟ فلم يجد مفرا إلا أن يخبر يامن بالحقيقة، وأنه يريد ذلك الحصان كي يبحث عن الكتاب في جميع مناطق زيكولا، حتى بدا يامن وكأنه لا يصدقه. ولكن هذا لم يشغل بال خالد، وطلب منه أن يدله على مكان لبيع وشراء الأحصنة، حتى نظر إليه يامن متجاهلا قصته. إن هذا سيكلفك كثيرا، ربما يكلفك 150 وحدة. أنا موافق. فتابع يامن: خالد، هذا سيأخذ من مخزونك الكثير. مش مهم، المهم إني ألاقي الكتاب. حسنا كما تريد. سأخبرك أين تجد مكانا تبتاع منه حصانا قويا، ولكن أين ستبحث؟ نحن هنا في المنطقة الشرقية، حيث باب زيكولا وأرض الاحتفال وصناعة الطول. هناك 4 مناطق أخرى غيرنا: المنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الوسطى التي يوجد بها الحاكم، وكل منطقة تختلف عن الأخرى وعن منطقتنا. أنا هدور في كل مكان. لازم ألاقي الكتاب.
أو اللي اشتروا. وعملك؟ عند مخزون كبير زي ما قلت. خالد، أخشى أن تقترب من مخزونك كثيرا فتندم على ذلك. ده أمل ما أقدرش أتركه. عرفني بس منين أشتري حصان. حسنا، ولكن ماذا إن وجدت الكتاب ولم تجد به ما ينفعك وقد أنفقت الكثير من ثروتك وجاء يوم زيكولا؟ أجابه خالد: لو جه يوم زيكولا أعتقد إن هيكون فيه كتير أفقر مني، وأنا واثق إني بالكتاب ده هقدر أرجع لبلدي حتى لو فقدت أكبر قدر من الذكاء. فصمت يمن قليلا ثم قال: ولكنك نسيت شيئا هاما لا تعرفه. إن نجحت في ذلك وفقدت جزءا كبيرا من ثروتك ستعود إلى وطنك كما خرجت من هنا مريضا، لست ذكيا على الإطلاق، لن يميزك عن غيرك سوى شيء واحد. فسأله خالد متعجبا: إيه هو؟ رد يمن: الغباء يا صديقي.